سيف بن ذي يزن كان ملك على اليمن، صحيح، مشهور. ودانت اليه العظمه لما انتصر على الاحباش. خلي بالك الاحباش دول كان احد القوه الثالثه في العالم. صحيح. في 3 قوى في العالم، فارس والروم والحبشه. سيف بن ذي يزن راحوا 4 من كبار قريش تحت قياده وزعامه عبد المطلب لتهنئه سيف بن ذي يزن. هذه شوف المعاملات العربيه، جمالات جميله، راح يهنيه عشان فوزوا على الاحباش، لانه سيف يمثل العرب. لما ملك سيف بن ذي يزن ارض اليمن وقتل الحبش وابادهم، وفدت اليه اشراف العرب ورؤسائهم، فجاءه وفد قريش فيهم عبد المطلب بن هاشم واميه بن عبد شمس وعبد الله بن جدعان وخويلد بن اسيد ابو السيده خديجه الله اكبر، ووهب بن عبد مناف بن زهره. دول كبار القوم 5 هم. المهم انا لا اوجز في البدايه لانه رحب بهم وسال عنهم. نعم، كان يعرفهم، تقدموا اليه فعرف ان هؤلاء من مكه، واهل مكه دايما كان لهم احترام في العالم كله، وعبد المطلب شهرته تطبق الافاق. صحيح، سبحان الله. قال، دخل عبد المطلب عليه يعني: ايها الملك، انت ربيع العرب الذي اليه ملاذها ووردها الذي اليه معادها، حتى لما نعطش نرجع نشرب عنك. سبحان الله. سلفك خير سلف، وانت لنا منهم خير خلف، ولن يهلك الله. خلي بالك اللفظ الله، مش ولن تهلك الاصنام او الالهه. عبد المطلب خلي بالك من اللفظ، ولن يهلك الله من انت خلفه، ولن يخمل من انت سلفه. نحن ايها الملك اهل حرم الله وسدنة بيت الله، اوفدنا اليك الذي ابهجنا من كشف الضر الذي فدحنا، فنحن وفد التهنئه لا وفد المرزقه. فقال سيف بن ذي يزن: انتم قريش الاباطح؟ قالوا نعم. قال: مرحبا واهلا وناقه ورحلا ومناخا سهلا وملكا سمحلا يعطي عطاء جزلا، فقد سمع الملك مقالتكم. هو يقول لهم: انا سمعت المقاله وعرف فضلكم، فانتم اهل الشرف والحمد والثناء والمجد، فلكم الكرامه ما اقمتم، والحباء الواسع اذا انصرفتم. اكرموهم حتى انادي عليهم. تركهم شهر، ثم قال لعبد المطلب: ايهم انت؟ من فيهم؟ قال: انا عبد المطلب بن هاشم. قال: اياك اردت ولك حشدت. انا عايزك، انت مطلوب. سبحان الله، انت مطلوب مني شخصيا. فانت ربيع الانام وانت سيد الاقوام، انطلقوا وانزلوا حتى ادعوكم به. ثم امر بانزالهم واكرام. المهم بعد شهر دعاهم، فلما دخلوا عليه طلب مقابله خاصه مع عبد المطلب. اسمع الكلام بقى المهم اللي جيد. اول لما ناداه قال: استاذنا. دخل فوجد الملك مستخليا لا احد عنده، فقربه واجلسه على سريره، ثم قال: يا عبد المطلب، اريد ان القي اليك من علمي سرا لو غيرك يكون لم ابح به اليه، غير اني رايتك معدنه، انت معدن السر، فليكن عندك مصونا حتى يأذن الله به. يا عبد المطلب، اني اجد في الكتب الصادقه التي اختزناها لانفسنا وسترناها عن غيرنا خبرا عظيما وخطرا جسيما فيه شرف الحياه وفخر الممات، للعرب عامه ولرهطك كافه ولك خاصه. فاهتز عبد المطلب فقال: عبد المطلب، ايها الملك، لقد ابت رجعت يعني بخير ما آب به وافد، ولولا هيبه الملك واعظامه لسألته ان يزيدني من سروره اياي سرورا. فقال سيف: نبي يبعث من عقبك ورسول من قرنك، اسمه احمد ومحمد، وهذا زمانه الذي يولد فيه او لعله قد ولد. يموت ابوه وامه ويكفله جده وعمه، والله باعثه جهارا وجاعل له منا انصارا، يعز به اولياءه ويذل به اعداءه. تخمد عند مولده النيران، ويعبد الواحد المنان، ويسجر الكفر والطغيان، ويكسر اللات والاوثان. قوله فصل وحكمه عدل، يأمر بالمعروف ويفعله وينهى عن المنكر ويبطله. قال عبد المطلب: على كعبك ايها الملك، ودام فضلك وطال عمرك. فهل الملك ساري بافصاح وتفسير وايضاح؟ قال سيف: والبيت ذي الحجب والايات والكتب، انك يا عبد المطلب لجده من غير كذب. فخر عبد المطلب ساجدا. قال الملك: ارفع رأسك، ثلج صدرك، وطال عمرك، وعلى امرك،
فهل أحسست بشيء مما ذكرت لك؟ قال عبد المطلب: نعم أيها الملك، كان لي ابن كنت به معجبة، فزوجته كريمة من كرائم قومي يقال لها آمنة بنت وهب، فجاءت بغلام سميته محمدا وأحمد، مات أبوه وأمه وكفلته أنا وعمه. قال: هو لله أبوك، فاحذر عليه أعداءه. نعم. وإن الله لم يجعل لهم عليه سبيلا، ولولا علمي أن الموت مجتاحي قبل ظهوره لسرت إليه بخيلي ورجلي حتى أجعل مدينة يثرب دار ملكي. سبحان الله. فإني أجد في كتب آبائي أن بيثرب استتباب أمره وهم أهل دعوته ونصرته، وفيها موضع قبره، ولولا ما أجد من بلوغه الغايات وأن أقيه الآفات وأن أدفع عنه العاهات لأظهرت اسمه وأوطأت العرب عقبه، وإن أعش فسأصرف ذلك إليه. قم فانصرف بمن معك من أصحابك، لكل واحد منهم 200 بعير و10 أعبد و10 أرطال من الذهب وحلتين من البرود، وأنت يا عبد المطلب لك مثل هذا. رجع عبد المطلب فمكث سيف باليمن ملكا عنده أحوال، وركب يوما كنحو ما كان يركب للصيد، وقد كان اتخذ من السودان نفرا طلعوا عليه وقتلوه. وما أدرك ما أدرك النبوة كما كان يتوقع. سبحان الله.